يا مساء الفل. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد، بس لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد هنعمله ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبده. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو قبل كده، بس انا بصراحه نزلت الفيديو ده عشان هو بصراحه ليه معزه في قلبي شويه، فقلت هنزله يكون ذكرى. ويعني بصراحة يعني كان يوم حلو قوي، انا كنت تعبانة طبعا، واخواتي جم يزوروني وقالوا لازم هنتعشى سوا. طب نتعشى ايه؟ طب ايه؟ قلت لهم ايه؟ فاحمد اخويا ايه كويس جدا في عمايل الكبده بصراحه. بصراحه يعني بيعملها بطريقه تحفه، احسن من بره بكتير طبعا، ونظافه في البيت وكده. فانا قلت ايه لازم بقى يجي يعمل لنا الاكله الجميله دي. قال لي بصي ما عليكي انتي، وانتي بس اقعدي كده يا ست الكل، وانتي مالكيش دعوه باي حاجه، وريني سكينتك فين وبلانشتك فين وما عليكي. إيه يشوف شغله بصراحه، وقطع الفلفل والشطه. وبصوا عايزه اقول لكم كانت الريحه قلب الدنيا، وبصراحه يعني ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا اخواتي يا رب، ويبارك لي فيكم. الكبده النهارده معانا كيلو الا ربع كبده، معانا فلفل رومي وشطه. شطه مقطعها برضو زي الفلفل الرومي عشان ما تبانش، يبقى متقطعه كلها في بعضها. معانا نص راس توم. معايا بهارات كبده، ومعايا ملح فلفل اسمر على ملح. وهنا معلقتين خل، حسب بس برضو الكميه. فقلت بقى عشان ما اضيعش عليكم الوصفة وابقى استفدت وانتوا استفدتوا، وانا استفدت ان اخواتي شرفوني وجولي واتعشينا سوا، وانتوا برضو استفدتوا ان انتوا من الوصفة إيه تعرفوها. المهم بقى هو عامل ايه، ان هو جاب الزيت ونزل بالتومة، وقبل التومة ما تحمر يا دوبك طلعت ريحة كده، نزل بقى بالايه بالكبدة بتاعته. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان كان لي مهما اوصف لكم ان اليوم ده كان جميل جدا وكان حلو قوي، ويعني كان يوم مش عارفه اوصف لكم فرحتي قد ايه. إيه طبعا مش عشان سندوتشات الكبده يعني، لا، بس بيبقى احساس حلو اما ايه، اما تلاقي ليكي عزوه كده، وان انتي تيجي اخواتك يجولك ويلا ناكل سوا ويلا، والتشجيع بقى وفي المطبخ ومش عارفه ايه، وهاتي بس كده وشغل بقى طباخين. وحماده طبعا حماده حماده اخويا اللي هو الكبير فضل ايه يحاول يجرب ويتريق عليا في التصوير، ويقعد يقول ايه معاكم بقى النهارده مش عارفه ايه، انا النهارده عند جيجي اختي وهنعمل كذا كذا كذا. وفضلنا كميه على كميه الضحك يا جماعه، والله كان يوم تحفه. وحماده بقى فضل يقول لإيلين بنتي ايه رايك يا لولو، ايه رايك في الاكل الجميله دي يا لولو، تقول له جميل يا حماده جميل. ويقول ومعانا إيه ابن اختي، ومعانا إيه، وبقى وركب كل واحد المسرح شويه. فكان يوم تحفه تحفه تحفه. بعد كده بقى ايه الخطوات بقى اللي بعد كده، ان هو نزل بالبهارات. طبعا احنا الكبده بتكون على نار عاليه علشان ما تحتفظ بالعصاره بتاعتها، ومش تنزل ميه. طبعا اللي موجود ده زيت مش ميه، يا ريت ناخد بالنا، ولازم الكبده تكون على نار عاليه عشان ما تجلدش، وفي نفس الوقت تبقى مش زي الكاوتش كده، لا، احنا مش عايزينها تنزل الميه، احنا عايزينها تحتفظ بالعصاره بتاعتها. وبعد كده نزلنا بالخل، وخلصنا كل بقى وشوحناها كويس بقى وكده. نزلنا بقى بالايه بالخضار بتاعنا اللي هو الفلفل اللي معانا والشطه، واقلب بقى يا معلمي. في الشوية دول بقى رحت بقى قشرت البطاطس، ايه وقطعتها كده عشان نعمل بطاطس مقلية محمرة كده جنب الكبدة، يعني إيه لزوم بقى الايه الحاجات بقى اللي هي بتبقى حوالين الكبدة بقى، وبطاطس بقى ومخلل وبيبسي، وحاولت اظبط جنبهم كده، بالرغم ان انا كنت تعبانة جدا بس حاولت يعني. والحمد لله يعني كان يوم جميل وعدى بسلام الحمد لله.
وحتى والله جوزي عجبته طبعا الوصفة خالص، وقال لي اخواتك دول فظاع بيحبوا المطبخ وكده، بما ان انا جوزي يعني ملهوش في المطبخ خالص ولا ليه في الاكل ولا كده. وبكده بقى، وبقت الكبدة جاهزة بقى، حطينا الزيت بقى وان هو هيقلي البطاطس. واول ما الزيت سخن معانا بقى، قال ايه، شيف بقى بيختبر الزيت سخن ولا لا، بيحط بطاطسايه الاول. ضربة معلمين والله العظيم، يعني كان احلى يوم، والله كان يوم تحفة. طبعا يا جماعة مش بالاكل ولا كده، بصوا يعني ان انتوا تدخلوا مع بعض وفي المطبخ سوا وتضحكوا، وده يعلق بحاجة وده يعمل بحاجة، بيبقى احساس حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله.